طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي يناقش مع المسؤولين الإيطاليين التعاون الثنائي. تشييع جنازة المناضل السفير أحمد طاهر بادوري. المؤسسات الاجتماعية في شمال البحر الأحمر تقدم خدمات فاعلة. روسيا والصين تطوران تعاونهم في المجال العسكري بشكل متزايد. مزارعون محتاجون يدخلون بروكسل على تجرراتهم. روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 195 أسيرا حربيا. إلى التفاصيل. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي في 31 من يناير والأول من فبراير محادثات مع مختلف المسؤولين في الجمهورية الإيطالية والمؤسسات الإيطالية حول التعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وخلال لقاءاته مع وزير التجارة والمنتجات الصناعية الإيطالية ووزير الرياضة والشباب ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي ومسؤولي المؤسسات، قال الرئيس إسياس تحتاج البنى التحتية للطرق والمياه والسكك الحديدية والتنمية المروية والطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ومنح اهتمام أكبر. وأوضح البرامج التي يتم تنفيذها في مجال توفير المياه والتقدم المحرز فيها. ومضى الرئيس إسياس في تسليط الضوء على الاحتياطيات والإمكانيات في مصائد الأسماك والسياحة والتعليم والخدمات الصحية والتعدين. وضيف التعاون مع إيطاليا يجب أن يركز على هذا فضلا عن إصلاح البنى التحتية المتضررة للاستثمار في إريتريا. وقال مسؤولي الحكومة الإيطالية من منطلق الاهتمام الكبير بإريتريا أنهم سيشجعون الشركات الإيطالية على الاهتمام للاستثمار في إريتريا. وتضمن مع وزير الرياضة والشباب تطوير البنى التحتية وفرص المناهج وتبادل الخبرات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم كمنطلق للعمل المشترك. وسياس أفورقي مرافق له إلى القمة الإفريقية الإيطالية الحكومة الإيطالية المنعقدة تحت شعار بناء جسور للنمو المشترك. كما أجرى فخامته مباحثات بناءة مع رئيسة الوزراء الإيطالية وغيرها من الوزراء تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. أقيمت اليوم الخميس عند 10 صباحا بمقبرة الشهداء في أسمرة مراسم تشييع جنازة السفير أحمد طاهر بادوري عضو المجلس الوطني وسفير إريتريا السابق لدى الأمم المتحدة بحضور الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة وقادة الجيش. انضم السفير أحمد طاهر بادوري الذي توفي متأثرا بالمرض في 30 من يناير عن عمر يناهز 78 عاما. انضم إلى القوات الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1970. وكان الشهيد أحمد طاهر بادوري تدرج في المسؤوليات من مفوض سرية ومندوب قوات التحرير الشعبية في عدن باليمن الجنوبية والكويت والسودان، وكذلك مسؤول الإعلام وعضو المجلس المركزي بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ومسؤول قسم العلاقات الخارجية بالتنظيم. وبعد التحرير شغل الفقيد المناضل بادوري مفوضية المغتربين ومفوضية الاستثمار وكذلك المندوب الدائم لإريتريا في الأمم المتحدة. وشهدت مراسم التشييع وضع كليل الزهور حيث وضع السفير نجاسي السنغال نيابة عن وزارة الخارجية ويمان قبراب مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ويمان قبراب مثقل نيابة عن وزارة الإعلام. ووضعت ابنته الزهر أحمد باسم العائلة. والفقيد المناضل بادوري متزوج وأب لمولودين. ويمثل الفقيد أحمد طاهر قدرة وذكاء المقاتلين الإريتريين الأبطال الذين قاتلوا بلا كلل لتحقيق تطلعات الشعب، وهو مناضل وتميز بقيم الصمود والتواضع وروح الأمن وحب الوطن والشعب. وتعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لأسرة ورفقاء وزملاء السفير أحمد طاهر بادوري.
أعلنت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في الاجتماع المنعقد خلال 29 و30 من يناير أنها ستواصل تنفيذ وتوسيع الخدمات الاجتماعية لتعزيز استفادة المواطنين من خلال الخطوات المتخذة في العام 2023، وقد حققت نجاحات مشهودة وخاصة في مجال إمدادات المياه. وأفاد رؤساء الأقسام ومدراء المديريات ورؤساء فروع الوزارات وآخرون في التقارير المقدمة أنه تم إصلاح أكثر من 88 ألف متر من حواجز حفظ التراب والمياه، وتنفيذ أعمال واسعة النطاق لمعالجة مساقط المياه وبناء المدرجات والحواجز المائية وبناء سدود وبناء 4 سدود في مديريتي أفعبت وقنداع. وتم احتواء تفشي الجراد الصحراوي الذي ظهر في يونيو نتيجة الأمطار غير الطبيعية في مايو، وتفشي الجراد الصحراوي الذي عبر من الدول المجاورة في السهول الشاسعة من 17 من أكتوبر لعام 2023، وذلك بفضل تدابير المكافحة المتكاملة المتخذة، مما ساهم ذلك في جمع الحصاد جيدا. وفي مجال التعليم تم إصلاح المدارس التي تعاني من مشاكل في البناء في مديريتي قلعلو، وتم افتتاح 5 مدارس ابتدائية جديدة في المناطق الريفية الآن النائية، فيما تم إنشاء فصول دراسية للصم في نقفة وقندة حسب ذكر التقرير. وناقش التقرير نقاط القوة والضعف في الخدمات الصحية، خاصة رعاية ما قبل الولادة وبعدها والولادة، وتطعيم الأطفال والأمهات والوقاية من مرض الملاريا وغيرها من الأنشطة. وفي برامج الرعاية الاجتماعية تم صرف حوالي 13.6 مليون نقفة لأسر الشهداء، فيما تم توزيع حوالي 1.7 مليون نقفة لأسر الشهداء الفقيرة مقدمة عبر مؤسسة التأمينات الوطنية وموظفو الحكومة. وبعد نقاش معمق حول التقارير قدم المشاركون اقتراحات وتعليقات وتوصيات حول البرامج ذات الأولوية لمعالجة المشكلات وتعزيز تقديم برامج التنمية. وقالت حاكم الإقليم السيدة أسمرة أبراهان أنه على الرغم من المشاكل العديدة التي يشهدها الإقليم إلا أنه تم إحراز تقدم مشجع في برامج الحفاظ على التربة والمياه من خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وأفراد الجيش الشعبي وصياغة برامج تنموية تتمحور حول الأساس الجماهيري. وأشارت إلى أن النتائج المشجعة التي تحققت في برامج الحفاظ على التربة والمياه بشكل عام وخزانات المياه بشكل خاص. وبهذه المناسبة قدمت وزيرة العدل فوزية هاشم في إطار متابعة الإبلاغ لخطط 2024 وما بعدها في كافة الأقاليم توضيحا لمسؤولي الإدارة وأعضاء برلمان إقليم شمال البحر الأحمر، وحثت على تقديم قائمة المرشحين في 103 ضاحية إلى وزارة العدل بحلول منتصف مارس للعام 2024. عقدت مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع ستوكهولم السويد اجتماعها السنوي في 21 من يناير، فيما عقد الإريتريون المقيمون في الكويت ندوة عامة في 26 من يناير. وبحسب المصادر ذكر رئيس مجموعة ستوكهولم السيد إدريس طه أن التنظيم يعزز بتوسع وتعزيز الجمعيات واللجان المجتمعية وتدريب الشباب، مذكرا كل الأعضاء العمل بوعي كما هو الحال دائما في توريث التاريخ والتصدي للتحديات والمؤامرات. وشهدت المناسبة تقييم الأنشطة المنفذة في عامي 2022-2023 بالنظر إلى التحديات، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة مكونة من 5 أعضاء تحت شعار تدريب الشباب وتعزيز الجبهة الشعبية. وحث سكرتير المجموعة السيد داوود قبر ميكيل الهيئة التنفيذية الجديدة على العمل بجدية أكبر في تعزيز التنظيم. وقال السيد سيراك بهلبي رئيس الشؤون العامة والمجتمعية ليس الحفاظ على قيم الجبهة التي تفتخر بالتضحيات فحسب، بل نقلها إلى الأجيال القادمة هو في صميم نداء الجبهة، مناشدا لتعزيز لقاءات الجمعيات. من جانبه قال مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية لدى الكويت حمد يحيى حالي في السيمينار الذي عقده حول الأوضاع الداخلية والدولية أن إريتريا أصبحت جزيرة سلام بفضل شعب وحكومة إريتريا، موضحا أنه جاري تسجيل نتائج عالية في كافة البرامج التنموية. وقال رئيس لجنة الشباب المجتمعية سالم عبد الكريم صافي أنهم مستعدون لتحقيق وتنفيذ البرامج الوطنية. حصل 59 طالبا بينهم 20 طالبة ممن حصلوا على درجات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2022-2023 على جوائز فعمة في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقال رئيس فرع الشباب بالإقليم الشاب عثمان عبد القادر
أن الجائزة الإقليمية في أعمال التي تمنح لأولئك الذين يسجلون نتائج ممتازة في الامتحان الوطني للصف الثامن كل عام تساهم في تعزيز روح التنافسية لدى الطلاب. وذكر أن الجائزة تشمل كتبا دراسية كاملة للطلاب الصفين التاسع والعاشر الحاصلين على 75% وجوائز نقدية إضافة للطالبات اللائي حصلن على أكثر من 90%. وارتفع إجمالي عدد الفائزين بالجوائز هذا العام بنحو 200% والطالبات بنسبة 150% مقارنة بالعام السابق بحسب الوثائق. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمد علي أولياء الأمور على العمل الجاد في مراقبة أبنائهم وتشجيعهم. تم في 27 من يناير تخريج 15 امرأة شاركنا في تدريب المستوى الثاني للنسيج امتد إلى 6 أشهر في إقليم القاش باركا. وفي حديثها في حفل أقيم في بارنتو قالت رئيسة فرع المرأة السيدة يحدق يوهانس أن جهود تبذل لتعزيز مساهمة المرأة في المجتمع داعية لتعزيز الجهود المنسقة للجهات الشريكة. وحثت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية والقبراب المتدربات على تحسين سبل عيشهن. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغي أن موسكو وبكين تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري في جميع المجالات الأخرى. وقال شويغي خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني أن العلاقات الروسية الصينية في المجال العسكري تتطور بصورة متزايدة في اتجاهات كافة، حيث يجرى بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو. ومن جانبه دعا وزير الدفاع الصيني للارتقاء بالعلاقات بين جيشي البلدين على مستوى أعلى للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديدا، مضيفا أن التعاون والتواصل في المجال العسكري والتقني العسكري بين البلدين ذو أهمية متزايدة. دخلت دفعة من جرارات المزارعين المحتجين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فجرا بالتزامن مع قمة قادة الاتحاد الأوروبي. وتشهد عدة مدن وعواصم أوروبية منذ أيام احتجاجات قاضبة كانت أيقونتها جرارات التي قطع بها المزارعون الطرق الحيوية في فرنسا وبروكسل لتنتشر شرارات الاحتجاجات إلى العديد من الدول الاتحاد الأوروبي. وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحين لحل محنة المزارعين، إحداهم لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الأوكرانية الرخيصة، والآخر لتجنب التدابير البيئية. وفي فرنسا تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف الاتفاق التجاري مع دول أمريكا الجنوبية إذا ضر بالمزارعين بشكل كبير، بينما وعدت الحكومة الفرنسية بفرض قيود على المواد الغذائية المستوردة والبدء بإعطاء المزارعين مساعدات نقدية طارئة. أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا أنهما تبادلتا 195 أسير حرب من الجانبين. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الإفراج عن 195 جنديا روسيا مقابل نفس العدد من الجنود الأوكرانيين. يأتي هذا بعد أسبوع من تحطم طائرة عسكرية روسية قالت موسكو أنها كانت تقيل جنود أوكرانيين أسرى كان من المقرر مبادلتهم بأسرى حرب الروس، واتهمت كييف بإسقاطهم. وعلى الرغم من عدم إجراء محادثات عن كيفية إنهاء الحرب، فإن كييف وموسكو قامتا بالعديد من عمليات التبادل الأسرى منذ الأشهر الأولى للحرب في أوكرانيا، لكن معدل عمليات التبادل انخفض في العام 2023 وكان آخرها في أوائل أغسطس من العام الماضي. تذكير بالعناوين مرة أخرى. فخامة الرئيس يناقش مع المسؤولين الإيطاليين التعاون الثنائي. تشييع جنازة المناضل السفير أحمد طاهر باذوري. المؤسسات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تقدم خدمات فاعلة.
روسيا والصين تدخلان تتعاونان في المجال العسكري. روسيا والصين تطوران تعاونهم في المجال العسكري بشكل متزايد. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.